اهلا بيكم في فيديو جديد مليان اكل مصري اصيل. النهارده عاملين مع بعض يوم كامل باكلات شعبيه مصريه بس على 1500 سعر حراري بس، يعني ناكل ونستمتع ومن غير ما نحس بالذنب. خليك معايا للاخر عشان نشوف الفطار والغدا والعشاء وحتى السناكس وكل حاجه هنحسب سعراتها، ويلا نبدا اليوم مع بعض. واول حاجه الفطار طبق فول مدمس صغير او 4 معالق كبار، رغيف بلدي وسط، قطعه جبنه قريش 50 جرام، طماطم وخيار وجرجير، كوبايه شاي ساده او شاي بلبن خالي الدسم بدون سكر او بسكر دايت. وده الفطار الشعبي اللي كلنا بنحبه، فول وعيش بلدي وجبنه قريش بس متوازن وصحي. الفول بيدي طاقه والجبنه بروتين والخضار الياف بتشبع. والسناك الاول كوب شاي اخضر او نعناع بدون سكر او بسكر دايت، واتنين تمر وحفنة سوداني محمص 20 جرام. والسناك ده بيديك طاقة في نص اليوم من غير ما يزود الوزن. التمر فيه سكريات طبيعية والسوداني فيه دهون صحية بتشبع. والغدا عبارة عن طبق كشري صغير او نص طبق كبير وسلطة خضراء كبيرة ومخلل خيار. الكشري من اشهر الاكلات الشعبيه عندنا، وبصراحه صعب نستغنى عنه. الفكره ما نمنعش نفسنا، لا، الفكره ان احنا ناكل الكميه الصح. طبق كشري صغير مع سلطه خضراء يشبعك ويخليك مبسوط. والسناك التاني عباره عن تفاحه متوسطه وكوب زبادي بلدي صغير. والسناك ده خفيف وسهل، الفاكهه مهمه عشان الفيتامينات والزبادي مهم للهضم. والعشاء عبارة عن 2 قرص طعمية صغير ورغيف سمن صغير أو نص رغيف بلدي وسلطة زبادي بالخيار. والعشاء شعبي ولذيذ بس بكميات محسوبة. الطعمية غنية بالبروتين النباتي والزبادي بالخيار خفيف ومنعش. ولو جمعنا الفطار والسناكس والغدا والعشاء هنلاقي اليوم كله حوالي 1500 سعر حراري. يعني أكلنا فول وطعمية وكشري وسوداني وتمور، أكل مصر أصيل، برضه حافظنا على السعرات. وعرفنا من الفيديو ده ازاي توازن بين الاكل الشعبي والصحي، وايه الفرق بين انك تاكل طبق كشري كامل وطبق صغير. ازاي العيش البلدي ممكن يكون صحي لو بالكميات الصح. وبكده خلص يومنا 1500 سعر حراري من اجل شعب مصر اصيل. الموضوع مش حرمان، بالعكس احنا ناكل ونستمتع بس نعرف الكمية ونحسب سعراتها. لو الفيديو عجبكم استنوني في الايام الجاية مع افكار جديدة لوجبات محسوبة وسهلة. سلام.